مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بشكر اللي دخلوا القناه واشتركوا. مش عارفه اقول لكم بصراحه. كتر خيركم. يا ريت اللي يدخل القناه جديد ويعجبه المحتوى يعمل لايك واشتراك علشان تدعموني والقناه تكبر بيكم. بصوا، انا النهارده هنعمل كيك العنب. انا معايا تلات بيضات. ندخل على طول بقى في الوصفه. 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. ومعايا هنا فانيليا بالبرتقال. ثواني افتحها ببقي بقى، اتصرفوا يعني. نلتزم بالمقادير بالظبط يا جماعه. حطيت عليها كيس فانيليا. ومعايا هنا كوبايه الا ربع سكر خشن عادي يعني، مش لازم تطحنوه يعني. هنضربه بقى. نضربه باي حاجه، بالمضرب اللي هو الكهرباء، بالويسك، اي حاجه اللي عندكم تصرفوا يعني. هضربه وارجع لكم. انا ضربت اهو. دلوقتي بقى هنحط نص كوبايه زيت. يبقى حاطين 3 بيضات وكيس فانيليا بالبرتقال وكوبايه الا ربع سكر. ودلوقتي هنحط نص كوبايه زيت بدون ريحه يعني، ما يكونش ليه ريحه نفاذه. نقلب. بصوا البيض عامل ازاي من الضرب. في المرحله دي بقى اللبن، لو عايزين تدفوه شويه تمام. انا مطلعاه بقاله اكتر من ساعه من التلاجة فعادي. دي كوبايه. دي كده المقادير السايله كلها. هنبتدي بقى نحط الدقيق. انا معايا هنا كوبايتين ونص. يا ريت تبقى الكوبايات كلها شكل واحد علشان المقادير تطلع مظبوطه معاكم. وهنا هحط كيس كيك شيف. وهحط شويه ملح علشان بس يظهر النكهات اللي احنا حاطينها، مش هنكتر ملح. وننخله. لازم يتنخل يا جماعه، ما يتحطش كده عشان نفرغ بس الهواء اللي فيه. ولو في اي بواقي زي كده نطلعها. معلش نلم بس حوالينا. نبتدي نقلب. انتوا هتحسوا ان هي كيكه هشه قوي. نقلب على جهه واحده. بسرعه بس بالراحه يا جماعه. في المرحله دي بقى، بصوا انا جايبه عنب بناتي، غسلته ونشفته كويس قوي 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 وقطعته قطع صغننه. اللي عايز يحط اي فاكهه يحط، اللي عايز يحط فواكه مجففه يحط، اللي عايز يحط زبيب يحط، اللي عايز يحط جوز الهند يحط. نبتدي نقلب تاني.
احنا بقى في ايام مدارس وكده، ندي العيال بدل ما نقعد نشتري لهم حاجات من بره، لا نعملها لهم احنا في البيت. انا حاسه ان هي تقيله شويه، بس كده مظبوطه معايا، ما تخافوش منها يعني. بس هبتدي بقى اجيب الصينيه، هحط عليها زبده واحط دقيق علشان بس الكيكه ما تلزقش، وهجيلكوا هرجع لكم تاني. انا دهنت الصينيه اهو، هبتدي بقى اصبها. على فكره يا جماعه، انا حسيت ان الخليط تقيل شويه، حطيت معلقتين بالظبط الحاجه الساقعه اللي هي الصودا البرتقال. وكده كده انا كنت مسخنه الفرن من قبل كده، هندخله الفرن على درجه حراره 180 من 35 ل 40 دقيقه بالظبط، مش اكتر من كده. بصوا هنخبطه بس خبطه خفيفه. بصوا يا جماعه، في مسافه اهي، عقلتين عقلتين من اول الخليط لحد فوق، عشان لما تترفع تبقى واخده مساحتها كده. بس بنفرغ الخليط، هحطها في الفرن وارجع لكم لما تستوي. بصوا يا حبايبي، هي طلعت اهيت. بصوا بقت عاليه ازاي، عشان كده بقول لكم سيبوا مساحه في الصينيه علشان تعرف تترفع وتاخد راحتها. هسيبها ساعه ترتاح، واول ما اقطعها لكم هوريها لكم. بس اقول لكم على حاجه، شكلها وطراوتها ما اقولكوش عليها جربوها انت. بصوا بقى شكلها بقى حلو قوي. نقطعها بقى مع بعضينا. بس يا كده، بس يا صوت يا عم. دي كيكه انتوا عاملينها في البيت، ضامنين انتوا عاملينها ازاي. اهم حاجه ان انتوا تبقوا عارفين هي عامله ازاي. بصوا بقى، بصوا طراوتها وهشه قوي قوي قوي. مش عارفه اوصفها لكم ازاي بصراحه، تحفه تحفه تحفه. احطها هنا اهي. بصوا العنب اهو اهي، من كتر ما هي هشه مش عارفه امسكها طعمها تحفه، طعمها تحفه. يا ريت اللي يجربها يقول لي ايه رايه فيها، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ويا ريت ما تنسوش اللايك لو وصلتوا لحد هنا، يبقى انتوا عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل اشعار جديد للفيديوهات اللي بنزلها. ويلا باي باي.